شاركوا فعلا في برامج صواريخ شهيرة زي ترايدنت وبوسايدن. أمريكا استمرت تمول الشركتين بالمليارات عشان بس يصمموا ويطوروا أسلحة جديدة، والشركة ضمت قسم الأنظمة الصواريخ وقسم الأبحاث الفضاء. لكن وبشكل مفاجئ الاتحاد السوفيتي ينهار، وفجأة بيختفي الطلب والدعم الحكومي شبه توقف. فقررت شركة لوكهيد عشان تتجنب الإفلاس وتوقف أعمالها إن هم يتوسعوا ويضموا شركات تانية زي جنرال داينامكس وشركة مارتن مارياتا اللي اندمجوا سوا سنة 1994 وبقى شركة واحدة معروفة باسم لوكهيد مارتن. ولو عايز تعرف هي نجحت بعد كده ولا لأ، كفاية أقولك إن السر ورا التفوق العسكري الأمريكي في كل حروبها الخارجية سواء بقى في فيتنام، العراق، أفغانستان، بيرجع جزء كبير منه لشركة لوكهيد مارتن. عندك مثلا في حرب فيتنام طيارات السي 130 ساعدت الجيش الأمريكي إنها تسيطر على السماء برغم صعوبة تضاريس فيتنام. في حرب الخليج طيارات زي الاف 117 نايت هوك أول